جماعه نفسي اعرف حاجه، هي دي لعيبه نادي الزمالك؟ هي دي فرقه نادي الزمالك؟ فرقه بحجم نادي الزمالك يبقى ده منظر الاداء بتاعها في الملعب؟ حضرتك جايب جون في اول دقيقه، ممكن تديني مبرر واحد انك تتحفظ دفاعيا لهذه الدرجه؟ انك تخلي فرقه البنك الاهلي هي المتحكمه في الجيم، هي الاخطر في الجيم؟ ازاي الكلام ده لو انت جايب جون مع فرقه زي مانشستر سيتي كده فرجعت قفلت ملعبك؟ انت بتلعب البنك الاهلي مع احترامي، ايه بقى المنظر ده؟ ايه المدرب ده؟ وفي الاخر مجلس الاداره يقول لك احنا هندي الثقه لبيسيرو لحد نهايه الموسم. هو فين الموسم؟ ما هو خلص، هو الموسم خلص. ده انت يا دوبك تلحق تجيب لنا مدرب يلحق يشتغل مع اللعيبه دي عشان كاس مصر. انت جايب لي مدرب تخليه لحد نهايه الموسم عشان يبقى هو اللي شال الليله؟ وانت فين؟ دكتك فين؟ انا لما بشوف دكه الزمالك يا جماعه بحزن والله. فين اللعيب اللي في الدكه بتاعت الزمالك اللي ينزل يغير الملعب؟ اقسم بالله احنا في عالم تاني. شوف دكه الاهلي، اتفرج على دكه الاهلي، بلاش اتفرج على دكه بيراميدز يا شيخ. مش دول اقوى 3 فرق في مصر؟ صح؟ ازاي انت تبقى فرقتك مهلهله كده؟ فين اللعيبه؟ مفيش لعيب على الدكه اقدر، يعني انا النهارده كنت بفكر ايه اللي ينزل يعدل الملعب، مفيش، ما لقيتش حد بره، ما لقيتش. ده غير ان اللعيبه في الملعب يعني وحشه قوي، مفيش غير كام لعيب قليلين جدا والباقي زي الزفت على المستوى الدفاعي والهجومي. احنا كنا النهارده بشعين جدا، ولحد امتى هنفضل مستحملين؟ انا مش فاهمه والله العظيم. جمهور الزمالك ليه الجنه، ليه الجنه والله. احنا حرفيا قرفنا.